هوريكم ازاي تعملوا صفحة على الفيسبوك. هي اول خطوة طبعا لازم بيكون عندك اكاونت على الفيسبوك. بتدخل على الاكاونت بتاعك www.facebook.com، تكون طبعا فاتح الاكاونت بتاعك او بتفتحه. بعد كده لما بتنزل شوية على الشمال، المكان اللي هو بتلاقي فيه بقى الجروبس اللي انت مشترك فيها والابس والايفنتس والبيجز والحاجات دي، بتنزل عند كلمة pages وبتعمل create page. هو بعد كده بيديك اختيارات، بيقولك انت البيج ده local business او plate، يعني هل هو هيكون مكان او business ولا هو شركة او مؤسسة يعني حاجة كبيرة، ولا هو brand او product يعني هو مبني على اسم براند معين او منتج معين، ولا هو انت بتعمل صفحة لشخصية عامة او لفنان او لباند، ولا عامل صفحة مجرد ترفيهية او عاملها حاجة بقى اللي هي كوز او كوميونيتي، اللي هي يعني زي بتبقى مثلا عامل حملة معينة او عامل مثلا جمع تبرعات او حاجة من الحاجات دي. فانت بتختار الحاجة اللي مناسباك منهم وبتدوس عليها. زي مثلا احنا عاملين براند او برودكت، هندوس عليها هيطلع لنا تشوز الكاتيجوري بتاعها، بيديك طب المنتج او البراند اللي انت هتعمل له الصفحه ده عباره عن ايه، هو ابلكيشن ولا جيم ولا منتج ولا عربيات ولا لبس المهم ان انت بتختار يعني الحاجه اللي بتناسبك. زي مثلا انت عامل منتج مأكولات، فهيبقى food and beverages اسمه ايا كان، يعني مثلا اكتب انت عامل حاجه اسمها chocolate مثلا world، مثلا محل مثلا بيبيع شوكولاته، وبتدوس get started. طيب اوكي، لو انت مختار اسم ما ينفعش بيقولك هنا the name chocolate world is invalid, we have suggested chocolate world. اوكي، يعني مش مفهوم الفرق اوي، بس اوكي. يعني هو بيقترح عليك بدل chocolate world see small chocolate world. اوكي مش مشكلة، دوس get started. يعني هو فارق معاه لما تيجي تعمل page فارق معاه الكابيتال، ان اول حرف يبقى كابيتال، فانت اوكي صلحها. بعد كده بيسألك طلب، بيقولك اكتب شوية جمل بحيث الناس لما هيدخلوا في الديسكريبشن او في الاباوت بتاعك هيفهموا صفحتك عليه. انت هتكتب اللي انت عايزه بالانجلش او بالعربي، اللي انت عايز تكتبه، عايز تكتب انجلش عايز تكتب عربي. مثلا chocolate brand that comes in different tastes. يعني اي حاجة انت عايز تعبر بيها. انا قلت ان ده منتج يعني من الشوكولاتة وبيجي بنكهات يعني او بأطعمة مختلفة. فكده بيسألك طب انت عندك اي ويب سايت او حاجة، لو انت طبعا عندك ويب سايت بتكتب لينك الويب سايت مثلا chocolateworld.com، ما عندكش بتسيبها فاضية. هنا بيقولك طيب الناس، طبعا انت لو ما عملتش دي، الناس لما بيكتبوا عشان يروحوا البيج بتاعك بيبقى طبعا لهم مثلا www.facebook.com وشوية ارقام كتيرة كده، فانت يفضل ان تعمل لنفسك URL معينة الناس تتوجه ليها. في الحالة دي احنا ممكن نخلي URL chocolate world، ممكن نخليها chocolate.world يعني. هنشوف ونعمل save info. طبعا في حالات بتبقى URL اللي انت بتختاره اصلا مش موجود. طيب دلوقتي انت مطلوب منك تحط فوتو، طبعا ممكن تعمل سكيب وتبقى تحطها بعدين، ممكن تعملها دلوقتي. طيب دلوقتي لو انت الطبيعي لما حد بيكون بيعمل براند او حاجة ان هو يكون عنده لوجو، دي الحاجة البروفيشنال، لازم يكون عندك لوجو. تعمل لوجو ازاي هنتكلم عليها دي بعدين. بس حاليا ممكن تجيب اي صورة من على الانترنت فري من ضمن الاماكن، يعني ممكن تجيب منها صور فري pixabay.com وتكون بدون حقوق الملكية. ممكن تدخل مثلا تكتب شوكولات تشوف هيطلع لك ايه. ممكن تاخد بس اي صورة، طبعا يعني شاتر ستوك عيبه ان هو بيكون صور عليها البرنت بتاعه فبيبقى شكلها وحش جدا. فممكن تشوف صورة
مثلا ممكن تاخد الصورة دي فيها مجموعة شوكولاتات، او ممكن تاخد حاجة زي دي مثلا، تشوف تطلع لك زي ما تفتحها. برضو عليه كلمة shutterstock. عامة احنا ممكن ناخد دي ونعمل save image عادي، سيبها في اي مكان انت حابب تسيبه. بعد كده بتروح هنا تعمل upload from computer، تشوف انت بقى سيفت الصورة بتاعتك فين. تاخد الصورة، تبتدي الصورة تتحمل عندك، تعمل next. كده انت عملت page وعملت لها about وعملت لها اسم وعملت لها صورة. طبعا كده بيقول لك طيب حبيت تحطها في الفيفوريتس عندك، بحيث ان هي تبقى في الفيفوريتس يعني عندك على الجنب ظاهرة. ولو عندك بيجز كتير بيبقى فيه فوق رقم اسمه الفيفوريتس فهتلاقيها فيه، فده طبعا بيسهل ان انت تلاقي الصفحة بتاعتك وتدخل عليها باستمرار ويجيلك منها النوتيفيكيشنز. حطها في الفيفوريتس وبعدين بتعمل next. كده انت عملت الصفحة بتاعتك. هو بس بيسألك سؤال، هل انت عايز الصفحة دي تبقى جنرال لأي حد، ولا انت عايز تحدد ان الناس اللي هم يتواصلوا مع الصفحة يكونوا من مكان يعني بلد معينة، مكان معين، سن معين، ولهم انترستس معينة. فهي يعني عادة احنا يعني ما بنحددش دي، بس لو انت المنتج بتاعك فعلا حابب كل الانجيجمنتس بتاعتك واللايكس والناس اللي تبقى على الصفحة بتاعتك من مكان معين، اكتبه. يعني مثلا ممكن تكتب مثلا ايجيبت مثلا دي برضو. ممكن برضو الايج تختار من كذا لكذا، سن بقى اللي انت مثلا عامل شايف ان ده اكتر سن هيشتري الشوكولات بتاعتك، من الومن انترست ممكن تقول مثلا فتنس ويلنس وات ايفر، يعني الحاجة اللي انت شايف ان ممكن تدوس كده سيف. فانت عملت الصفحة بتاعتك. ايه الحاجة اللي فاضلة؟ بس فاضل هنا برضو ان انت طبعا تعمل كفر فوتو، وهنا بس يعني بيقعد يشرح لك الحاجات اللي انت ممكن تعملها. هنا فاضل انت تعمل كفر فوتو. وهتعمل كفر فوتو ازاي؟ برضو ليها كذا طريقة هنتكلم عليها بعدين. وبرضو ممكن تعمل سيرش، وتحتاج بس برنامج يظبط لك الحجم. انت لو خدت صورة مربعة ورجعت حطيتها في الكفر يحصل لها ستريتشنج او ما تبقاش ظاهرة كلها او كده. عامة يعني انت كده البيج عندك جاهزة. طبعا بتعمل لايك عليها. بعد كده تبتدي بقى invite friends من هنا، وبتبتدي بقى تختار الفريندز بتوعك اللي انت عايز تعمل لهم invite. بس كده احنا اتعلمنا ازاي نعمل فيسبوك بيج.